ويلا نبدأ الفيديو القوي الحماسي اللي كله طاقة إيجابية، ونشوف الكوردون بلو اللي بيخرمش ده ويخرفش ده اتعمل ازاي النهارده. يلا نخش على الفيديو ونخش على التحضيرات اقتصادي للكوردون بلو النهارده. يلا بينا. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، وما يحلى الكلام الا بذكر نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. بتوحشوني 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 من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. ويلا نبتدي فيديو قوي حماسي ونشوف اقوى فيديو اقتصادي للكوردون بلو. معانا نص من البانيه وفرمناه في الكبه بتاعتنا، وقصاده نص كيلو من البطاطس. يبقى المقادير بتاعتنا نص صدور ونص بطاطس مسلوقه، خدنا الاتنين مع بعض فرمناهم في الكب، حطينا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، حطينا بابريكا ومكعب من الماجي، وظبطنا ملحنا ومش اكتر من كده. تمام. عايزه اقول لكم ان الكوردون بلو العادي لو عملتيه بنص بانيه مش هيكفي غير شخصين 3، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فاحنا في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها وبنحاول نوفر لست البيت في البيت عشان ما يبقاش كل حاجه تبقى يعني من كل حاجه، يعني مش هتبقى غاليه من كل حاجه، فنعمل كوردون بلو اقتصادي ومميز جدا جدا جدا. بنص كيلو بانيه هنحط قصاده نص كيلو بطاطس مسلوقه. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، مكعب من الماجي، ونبدأ نفضيهم في بولة وفي التلاجة يفضل ساقع معايا. تمام. معايا مادة دهنية، معايا اكياس من المطبخ، نبدأ ندهن كده عشان بتبقى عاملة، عارفين الكفتة ام رز؟ بتبقى مسمغة كده، بنسمغها وبتصبعي الكفته ام رز من غير زيت، لا بنصبعها كده بماده دهنيه. والكوردون بلو بقى بتاعنا الكداب بتاعنا النهارده ده بتحطي له ماده دهنيه على الكيس بتاع المطبخ، وتبداي تحطي له بقى لانشون والجبنه الموتزاريلا واللي موجود عندك في البيت. يا ست البيت اشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك عند حاجه. الجيش قال لنا اتصرفوا، واحنا على قد امكانياتنا بنمشي حالنا. تعالوا بقى هنا كده نبدأ نعمل واحدة تانية. بصوا انا بفردها بمادة دهنية. تمام. افردها كده على زي قطعة البانيه كبيرة، ونحط اللانشون، نحط الجبنة الموتزاريلا، عندك رومي مدخن تحطي، ده حسب امكانياتك. واي حاجة موجودة في البيت على فكرة، ممكن جبنة موتزاريلا بس وبنمشي الدنيا. تمام. نخلص بقى الكمية بتاعتنا كلها ونرجع نحطها تاني في الفريزر تتماسك، واكون محضرة بقى معايا بقسماط ومعايا بيض، معايا دقيق، عشان ابدا زي البانيه كده بالظبط. ما بنحط البانيه بنعمل له كفر خارجي، احنا هنعمل بردك للكوردون بلو بتاعنا كفر خارجي. تمام. عشان نبدا نحمره ونشوف اخره ونشوف طريقته هيبقى شكلها ايه كده. خلاص نبدأ بقى نحطه في البيض وننزل في الدقيق الأول، يعني هنعفره كده بتعفير الدقيق. كل الكمية بتاعتنا نص كيلو البانيه، عشان يبقى يعني مركزين كده مع بعض. نص كيلو البانيه بيعمل معايا 12 قطعة من الكوردون بلو الاقتصادي. تمام. لكن لو عملتيه بالنص كيلو كده عادي، هيبقى معاكي مش هيكفي 5 قطع. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، نص كيلو البانيه هيعمل معايا 5 قطع، فمش هيبقى موفر معايا. وخصوصا ان انا اسرة وعندي بقى اولاد وشباب، يا رب يا رب يحفظ ولادنا كلنا، فمش هيبقى موفر معايا. فده كان احسن حل، ان احنا نعمل كوردون بلو اقتصادي يعمل كمية موفرة، وفي نفس الوقت اقسم بالله طعمه تحفة جدا. عفرنا كله بالدقيق، نبدأ بقى نحط في الدقيق ونحط في البقسماط، ونبدأ بقى نحمر مع بعض، بس نعمل له الكفر الخارجي ونحطه في التلاجة شوية يتماسك. تمام. ونبدأ نحمر. اهم حاجة خطوة ان احنا نحط الحاجة في التلاجة تريح وتشمع وتمسك كده جامد عشان نحمرها. تمام. كل سنة وانتم طيبين. موسم الدراسة خلاص، الدراسة داخلة علينا والمدارس، وخلاص ما بقاش فيه غير يعني أيام قليلة كده ونبدأ بقى الدراسة
دلوقتي بقى وصلنا يعني ايه لاخر الفيديو. ده الكمية اللي طلعت معايا من نص كيلو بانيه عشان تعملي احلى كوردون بلو يا ست الكل في البيت، وتوفير واقتصادي وحاجة هايلة جدا، ورايحة في حتة تانية خالص. اللي عنده من ده خشوا يلا نقلي ونشوف شكله. هنا بقى بدأت احط الكوردون بلو في مادة دهنية غزيرة. اي زيت عندك انت بتحبي تحمري بيه حطيه بقى في حاجة كده عميقة، او يعني يكون غزير كده، وتبدأي تحمري الكوردون بلو بتاعك. ياخد كده يعني تفضلي تلفي فيه كده لغاية ما كله ياخد لون واحد، وتبدأي بقى تطلعيه وتقطعيه وتقدميه بقى بطريقتك المميزة في مطبخك في مملكتك، وانت حرة طريقة التقديم. انا النهاردة عملت جنبه مكرونة بسيطة جدا وطبق سلطة كده بسيط، وكان يومنا النهاردة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبق كده المكرونة مع حتتين كوردون بلو مع معلقتين من السلطة يعني، وحمدنا ربنا والحمد لله. اللي وصلت معايا لغاية هنا بقى ما تنسانيش في لايك حلو وهارد منها كبير قوي 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 لو عجبها فكرة الفيديو النهاردة، وتقولي بتتابعني من انهي بلد عشان ده بيسعدني كتير قوي قوي قوي. كده بقى خلاص معايا الكوردون بلو. هجيب الطبق بتاعي بقى واطلع فيه وابدأ بقى اقدمه زي ما قلت لحضراتكم، وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافية الطيبة، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب جميعا، وتجربوه وتعملوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتقولوا لي اقتصادي ولا مش اقتصادي، وطعمه حلو ولا طعمه وحش. بس كده خلصنا بقى التحمير. بسم الله ما شاء الله بيخرفش، سامعين خرفشه معايا. كوردون بلو ولا مش كوردون بلو يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ايه رأيكم؟ حاجة في منتهى الشياكة. تعالوا نشوف بقى طريقة التقديم والتحضير. هذا يتحدث عن نفسه. تعالوا نشوفه بقى. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيك؟ تحفة؟ هتدوق؟ بابا ماشي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ هدوق بره. ها تحفة تحفة. كله مستعجل. ايه رأيكم بقى؟ حتة مكرونة، حتة كوردون بلو، طبق سلطة،
وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافيه الطيبه. اشوفكم في فيديو جديد في حلقه جديده من عائله مروان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.